السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة كوكب النباتات. يا أهلا وسهلا بكم. النهاردة بقى معانا نبات كلنا بنحبه، ونبات جميل جدا وموجود في كل بيت، فقلت أنا لازم برضه أزرعه في القناة بتاعتي، أهو كلنا نتفرج ونشوف مراحل النمو بتاعته ومراحل زراعته. وانا عامل ملف كامل من تجهيز التربه الى نمو النبات والى الحصاد. فهنبدأ ان شاء الله ونشوف مراحل النمو كلها وتجهيز التربه وكل حاجه قدام عينينا طبعا، ومراحل الري والتسميد وكل المراحل كلها. ولو اتكلمنا عن مواعيد زراعه الملوخية بتبقى طبعا بتنزرع في أول الصيف، يعني في آخر الربيع في آخر الشتاء، نسيب الشتاء كله طبعا ونخش على الربيع وبداية الصيف، يعني في شهر 25 2 في 2، يعني في المسافة دي من أول في بداية في بداية المحاصيل الصيفية. وممكن نزرعها لحد شهر 5 عادي. هي بتجود طبعا في الحر، بس الحر الشديد لا، الحر اللي هو العادي اللي هو الفترة من شهر 2 و3 و4 ماشي و5. بس اللي هو الزراعة المتأخرة متبقاش حلوة لها، يعني ما بتجودش في الحر الشديد اللي هو الأخير آخر الصيف يعني. فخلينا في العروة البدري. وهنبدأ على بركة الله معانا تقاوي الملوخية، هي التقاوي السمرة دي طبعا. واحنا لو زرعنا قصيص كبير او اي حاجة مثلا تكفي، ممكن نحطها في بلكونة مطبخ، ممكن نحطها على سطح، يعني هي مش هتبقى حاجة. وانا دلوقتي طبعا بستعرض الصرف بتاع القصيص، ماشي، ده مجور او قصيص اي حاجة، يعني اللي عاوز يزرع مش هيبقى عطلان، اي حاجة هيزرع فيها ان شاء الله. لازم الصرف اكون متأكد منه كويس، عشان الصرف ده لابد منه. بحط برضو طبقة كسر زلط او سن، ودي مهمة جدا عشان تعمل تصفية للماء الزايد بعد حاجة النبات وتنزله تحت في الصرف، دي لابد منها طبعا. انا كده بعمل احكام بالسن عشان بقى ننزل بالتربة. عندنا التربة المختلطة اللي هي 50% رمل و50% تربة سمرة طامي او اسمها شرب او رمل رد مسمر. واذا كان في بعض السماد البلدي المتحلل ممكن حاجة بسيطة بس مش كتير، عشان السماد اللي هو البلدي المتحلل ده مش مستحب اوي في الزراعات الصيفية عشان الحر الشديد، هو يبقى كويس اكتر في الشتوي. فاحنا كده جبنا التربة المظبوطة. انا كده بحاول اجيب المراحل كلها واحدة واحدة، بحيث ما فيش حاجة تسقط مننا في الفيديو، عشان ما فيش حد يجي يقول لي انا عاوز انت بتجيب مثلا الزراعة وبس. لا، انا بجيب المراحل كلها واحدة واحدة، فنستحمل شوية طول الفيديو حتى لو هو مش طويل قوي، بس هو نستحمل شوية برضه. كده جبنا التربة وبنحاول ان احنا نظبط التربة، لو فيها حصوية كبيرة بنشيلها، لو فيها برضه بعد اي حصوات اي حاجة خشبة بتاع زلطة، المهم هتبقى تربة سمرة وتبقى تربة ان شاء الله مظبوطة. وهي الملوخية ممكن تجود مثلا في تربة مثلا حوالي 20 سنتي 25 سنتي، يعني جذورها ما بتعوزش عمق كبير، ممكن في اي حاجة، يعني اللي عاوز يزرع في البيت مش هيعطل. شكل الملوخية بيبقى جميل طبعا وهو مزروع، شكلها خضرة كده بتبقى حلو، إذا كانت في بلكونة، إذا كانت على سطح، إذا كانت في مكان يكون الشمس قريب منه. والتقوي بتاعتها طبعا رخيصة، يعني أنا شارب 5 جنيه تقوي من عند الراجل بتاع البذور أو بتاع المبيدات. يعني ممكن في أماكن بتبيع تقوي الملوخية دي عند بتوع المبيدات، ممكن تلاقي عند بتوع المحاصيل الزراعية، ممكن تلاقي ب5 جنيه، ممكن تزرع من ال5 جنيه حوالي زي 10 مرات.
ماشي. وبعدين القصيص اللي هو اللي معايا ده حوالي عرضه 50 سنتي، ده ممكن ياخد حوالي بنص جنيه. يعني مفيش، ياخد كام جرام من كده، حاجة بسيطة. لأن الملوخية تقيلة وبتفرد بسرعة. ماشي، إن هي يعني كده. شوف أهو دولت شوية التقاوي، دولت ما يجوش بتاع 20 جرام ولا حاجة، مفيش. كده الواحد هيحاسب طبعا وهو بيقدر التقاوي على الشرايط. شيل الطبق بقى، شيل الطبق. هنقدر واحدة واحدة مثلا، وبلاش نتقل في مكان واحد. والملوخية النصيحة إن ما تتقلهاش، لأنها هي يعني التقاوي من صغر التقاوي البذور هتسرق منك، وهتبقى في أماكن تقيلة. فأنت حاسب وحاول تنظم كل مكان بنسبة التقاوي وكمية التقاوي اللي هتقع فيه، عشان ما نتفاجئش الآخر نلاقي أماكن تقيلة ونرجع نخفها تاني. نحاول نخف التقاوي دي، لان هنرجع بعد ما تطلع الملوخيه وتبقى شكلها جميل، انت هتستخسر ان انت تخل منها وترمي. هتقول لا سيب، ولو سبتيه عشان الملوخيه تاكل بعضها ومش هيبقى فيه نمو طبيعي ونمو كبير. كده احنا بدرنا معظم التقاوي، ويا دوبك نهز التربه بس كده بالايد 4 دقايق و33 عشان ثانية الحصو بس يسدد الفتحات اللي فوق، اللي هي فوق البذور. وما نحاولش نحرك البذور مع المكان، يعني اي اهتزازات بس بسيطة كده هتقوم بالمطلوب. وهتيجي مرحلة الري والغمر، الغمر بالمي. خرطوم معايا اهو، وده الطبق اللي انا كان فيه البذور خلصنا. الطبق ده بقى انا حاطه كده ليه؟ انا حاطه عشان ضغط المي بتاع الخرطوم او اي حاجة انت هتروي بيها مثلا ما يحاولش يحرك ما يحاولش يحرك البذور من مكان، عشان البذور ما تتكونش في مكان واحد برضه، ونرجع نقول الله في حتت فاضيه ليه وفي حتت تقيله ليه. كده انا وطيت المي بتاعت الخرطوم عندك بدل وبالراحه كده عشان الري يبقى منتظم. واشبع الميه في اول نوبه عشان انا مش هروي بقى دلوقتي. البذور بتاعت الملوخيه ضعيفه، فلو غرقت بعد كده وجيت رويت تاني يوم البذرة نفسها بيحصل لها تفقع، والرطوبة بتبقى زيادة حواليه، وما تت ما يحصلهاش الإنبات المناسب. فهي رأية واحدة ونشبع بس، وننتظر الإنبات بعد كده. ويا ريت نحطها طبعا في مكان بعد ما نخلص ري كده ونحس ان في خلاص الماء غمرتها والصرف اشتغل من تحت. كده انا بحاول اشبع اهو، عشان الحصو ده طبعا حامص، وكان كنت حاطه يتجفف في مكان شمس، عشان لو في اي ميكروبات اي فطريات اي حاجة تموت، نيماتودة اي حاجة من دي كله تروح بالحرارة. وكده خلصنا الري بالغمر، ونقلتها في مكان يعني شبه مظلل اسمه مغربل، يعني مكان يعتبر مغربل. كده خلاص اهو، الري شمع التربة وكده ممتاز. وكده هننتظر ان هي ان شاء الله بعد 4 ايام هتبدأ النموات تطلع بقى. اهي طلعت اهي بعد 4 ايام، اول النموات بتاعت نبات الملوخية. كده طلعت اهي بعد 4 ايام اول النموات. وانا قلت لازم اصور ملف كامل برضو، عشان اللي هاوي ولسه ما يعرفش ونفسه يتعلم زراعة الملوخية هيتعلم برضو من الفيديو ده، لانه ان شاء الله هيبقى وافي وكافي وفي كل الاسئلة اللي انتوا ممكن تتحيروا فيها. كده بعد 4 ايام، وبدأنا بعد 5 ايام برضو. انا بحاول اتكلم على الزمن بتاع الملوخية قدامي عشان تبقوا انتوا فاهمين. وهي الملوخية كلها ما بتغيبش، يا دوبك 40 يوم وممكن تحصد مني. كده بعد حوالي اسبوع 10 ايام، كده الملوخية كبرت اكبر شوية اهي بعد حوالي 10 ايام. والفترة الجاية بقى اللي هيبقى فيها نموات الكبيرة ان شاء الله. ده مكان مغربل، ايوه. كده الملوخية بقت كده بعد حوالي 25 يوم او شهر. ايوه، هي دي الملوخية بقى كبرت اهي. وهي كده دخلت في طور بقى في الطور الاخير، النمو اللي هو ممكن نحصد بعده بقى. ممكن نقص بقى بالمقص مني ونطبخ بقى.
في المطبخ زي ما احنا عاوزين بقى ملوخية، وتبقى واللي انت هتقصه هيطلع تاني. لو اتكلمنا على مراحل الري بتاعة الملوخية، ده طبعا هو نبات صيفي، وطبعا التربة اللي عندنا محدودة فوق السطح او اذا كانت في بلكونة وبتجف على طول. يعني احنا لازم كل يوم نبص على النبات، هنشوف في جفاف في التربة ولا لا، هنعمل له اختبار بايدينا بالراحة كده وهنشوف في جفاف ولا لا. لو لقينا ان في جفاف والنبات عطشان قدامنا لازم نروي كل يوم، بس ما نرويش ونغرق، يعني ري ان هو يشبع بس. وده ري يعني ده لابد منه كل يوم، لان قلت ده نبات صيفي بيجف على طول عشان حرارة الشمس. ولازم نحطه في مكان برضه يكون الشمس فيه طبعا مكتملة وتكون طول النهار موجودة. ماشي. يعني هو المراحل الاولى بس اللي هي عملية الانبات هي اللي بحطه في مكان مظلل، وبعد كده عادي بنحطه في الشمس عادي، لانه هو نبات بيعتبر ان هو نبات صيفي. ولو اتكلمنا عن الحصاد الملوخية، طبعا بعد شهر ممكن نبدأ نحصد منها طبعا، وحصادها ما بتبقاش تتقلع من جدرها طبعا، لا بتنقص بمقص. ماشي. وبناخد الاوراق طبعا والبراعم اللي هي العلوية كلها بنستعملها في طبخة الملوخية طبعا اللي في المطبخ. ماشي. وبنسيب طبعا اللي احنا قصناه تحت عشان ينمو تاني، النبات بينمو تاني. يعني ممكن نروي بقى ونحط سماد او حسب الرعاية بتاعتك، مفيش يعني كمان 20 يوم تاني ونبدأ نحصد منها تاني. وهي بتطلع حوالي زي 4 بطول او 5 كمان، حسب كانت مزروعة بدري او اذا كانت مش مزروعة بدري. واتمنى اكون فدتكم طبعا في مراحل زراعة الملوخية الخضراء. ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك، ويا ريت نفعل زر الجرس والاعجاب. وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقة بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.